دي المقدمة. ندخل في أول موضوع، موضوع الورقة البيضة اللي مكتوب عليها هل صليت على النبي محمد اليوم عليه الصلاة والسلام. ده أثار جدل واسع في الشارع المصري، وناس شايفاها مجرد جملة تدعو إلى التبرك والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وناس تانية شايفاها خطر كبير جدا بيهدد المجتمع وبيحمل في طياته رسالة طائفية. وده خلى حتى وزارة الداخلية بتتخذ إجراءات لتعقب من ينشر هذه الورقة وتزيلها تماما. الوزارة قالت إن انتشار الملصق يعتبر مقدمات ربما تحمل بين طياتها توجها طائفيا، وغرامة تعليق الملصق ده تتراوح بين 100 ل 500 جنيه، وتتضاعف العقوبة عند تكرار المخالفة. يعني الغريب بقى إن سواق توك توك حب يتحايل على الموضوع وعلق الورقة اللي حضراتكم هتشوفوها دي، الورقة اللي بالي بالك، كأنه يعني بيقول عاقبوني بقى الورقة اللي بالي بالك. وناس تانية عملت ورق مشابه، والحقيقة عجبني الورق المشابه ده. مش بس انك تصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام وده واجبنا، انما هو السؤال: هل التزمنا بأخلاق النبي اليوم؟ هل التزمنا بالقانون اليوم؟ هل أتقنا عملنا اليوم؟ هل عزفنا عن الكذب اليوم؟ هل امتنعنا عن تلقي أو إعطاء رشاوى أو إكراميات اليوم؟ هل أحسننا لمسكين أو لمحتاج اليوم؟ هي المعضلة هنا إن إحنا بناخد من الأمر القشور، إحنا بنجيد التعامل مع الشكليات، والمشكلة بقى إن الشكليات بتودي لشكليات مضادة، فنلاقي نفسنا حد بيتكلم عن شعار ديني في مواجهة حد بيعاقب اللي بيرفع الشعار الديني. الرسول عليه الصلاة والسلام مش محتاج مننا إن إحنا نحط الشعار ده. طب ماذا عن الواحد بقى ماشي في الشارع ويبص يلاقي أسماء الله الحسنى كده محطوطة واحدة ورا الثانية، الملك القدوس يعني إلى آخره. طب يعني هنعمل إيه؟ هنلغي دول هم كلهم؟ برضه معضلة. يعني ما اعرفش، انا مش الحقيقه الوضع عندي ملتبس. انا اصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام كلما ذكر امامي، واسال الله ان ده يكون شفاعه لي يوم القيامه. انما ما اناش عارف هو المجتمع بيعادي الدوله ولا الدوله بتعادي المجتمع، بعض افراد المجتمع، يعني ما اقدرش اقول المجتمع كله. لكن احنا فعلا عندنا معضله. هو احنا ليه ماشيين في السكه دي؟ احنا ليه بنعاند بعض؟ القضيه في الاخر اللي عايز يذكر الرسول عليه الصلاه والسلام يذكره. وانا من الناس الحقيقه احب جدا ان انا اذكر انفسكم ويعني شخصي اذكر نفسي وحضراتكم بالذكر، انما ما يدخلش الامر في هذه المشاحنات وقانون ووزاره الداخليه تتدخل. الحقيقه الوضع ملتبس. واحد يقول لي طب انت مع الملصق ولا مش مع الملصق؟ مش عارف بامانه ربنا، ما اعرفش. انا ما اعرفش احنا اصلا داخلين السكه دي ليه، يعني بنتكلم في القضيه دي ليه. يا اخوانا التزموا منهج الرسول عليه الصلاة والسلام، اهم كتير جدا من ان انتوا تحطوا مجرد العبارة او الكلمة دهيت. مش عارف اقول ايه، لكن ما دام احنا بنضيع وقتنا وطاقتنا في المجهود ده، انا مش عارف. انا الحقيقة برضو اتمنى من وزارة الداخلية انها تساعدنا برضو في قضايا تانية لا تقل اهمية. كان لسه من يومين في عربية شايلة زلط، وزلطة طايرة منها خبطت حد جنبي، كان سايق العربية اللي جنبي، والراجل يعني كاد انه يطلع من فوق الدائري بسبب الزلطة اللي جت تقريبا في وسط اسمها ايه البتاع الويندشيلد دي، اللي هي البربريز ولا ما اعرفش. ماشي، شكرا كيمو. البتاع القداماني ده، الازاز القداماني. انا اتمنى وزاره الداخليه تهتم بالقضايا ديت كمان. يعني انا مش معرفش، يعني مش فاهم قوي ايه الحكايه، مش فاهم ايه الخناقه بتاعت الشعار بتاع هل صليت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اليوم.